السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم غادي نشارك معكم هذا الكيك اللي كيجي زوين بزاف بدون دقيق بدون زيوت. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بالجميع. بسم الله، غادي نحتاج 2 كيسان ديال رقائق الشوفان، كأس عنبة باش كنعبر او كأس ديال اتاي. غادي نحتاج كأس ونصف ديال الحليب دافي شويه، ماشي بارد، ما يكونش من الثلاجه، يكون غير دافي شويه. نفس الكاس باش غادي نعبر الحليب، كأس ونصف. وغادي نخلط مزيان، وغادي نحطو باش الشوفان يطلق ليا مزيان. غادي نحطو واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق يتشرب ليا الحليب، وغادي نرجع باش نكمل معكم الكيك. غادي نخلي الخليط باش يطلق ليا. دابا غادي ندوز، عندي 3 ديال الموزات صغار، الا كانوا كبار نديرها 2. غادي نمعسهم مزيان بالفرشيط بهذه الطريقه. من الاحسن يكونوا طايبين. وغادي نعصر عليه قطرات من الحامض. من بعد غادي ناخذ داك الشوفان اللي تشرب ليا الحليب، غادي نضيف عليه هاد الموز، وغنضيف عليه 3 ديال البيضات على درجة حرارة المطبخ. وغادي نحرك مزيان. غادي نحتاج 4 المعالق ديال الكاكاو المر، يكون جودة ممتازة، يكون حاجة مزيانة، ما يكونش ديال العبار. 4 المعالق. وغادي نغربلهم.
غادي نخلط مزيان الشوكولا حتى يتخلط ليا مزيان، وغنضيف دابا الباقي ديال العناصر. يمكن لينا نحتفظوا بهذه الطريقه بهاد المكونات. انا هاد المكونات الاخرين اللي غادي نزيد هما اختياريين فقط. غادي نضيف 2 المعالق ديال اللوز غبره او مطحون اختياري، هذا غير اختياري ضفتو غير انا من راسي. 2 المعالق و 2 المعالق ديال نواه كوكو او كوك اللي متوفر في الدار نديرو في هذا الكيك. كتجي معلكه 2 المعالق ديال الكوك او اللوز مهرمش اللي كان واحد الساشي ديال زهرة البرتقال حتى هي اختياريه. يمكن لينا نعوضوها بقشرة البرتقال او قشرة ديال الحامض. درت قبصة ملح. غنضيف خميره ديال الحلويات وحده، يمكن لينا نستغناو عليها ونديرو بلاصتها البيكربونات دو صود. غادي نحرك مزيان مزيان مزيان. غادي نضيف شي حبات ديال الزبيب وجوج تمرات او 3 تمرات قطعتهم قطع صغيره وغنضيفهم على هذا الكيك. كيجي رائع بدون زيوت بدون سكر، نكتفي غير بالسكر ديال التمر وديال الشوكولا. وبدون دقيق كيجي معلك وزوين. اللي ما بغاش يضيف الشوكولا هادو بلاش. غادي نوجد ليا واحد المول غادي ندهنوه، غندير ليه الدقيق كيف العاده. وغنخوي فيه الخليط وغادي ندخلو الفران كيف كنطيبوا الكيك. نصف ساعه كيكون الكيك واجد. غادي ناخد شويه ديال اللوز غادي نقطعوه او نهرمشوه. غادي نديرو على الوجه ديال هاد الكيك. وغندير دوك الحبيبات ديال الشوكولا من الفوق اختياريين. الشوكولا بلاصه اللوز تقدر ديروا الكوك، تقدر ديروا الكاوكاو، اي حاجه بغيتو ديروها او الزبيب او اي فاكهه عندكم. نضيف القليل من الشوكولا حبات فقط. ندخلها الفران. دابا غادي نصايب لي واحد صوص شوكولا. غنضيف الشوكولا دوك الحبيبات نيت هما اللي عندي، وغنضيف يا اما كريم فريش او الحليب. غنضيف غير حليب غندوبه وغادي نحطو جانبا حتى توجد ليا الكيك. من بعد نصف ساعه خرجت الكيك كتجي طايبه. غادي نحيدها من المول ونخليها تبرد مزيان، ندخلها الثلاجه تبرد مزيان. كتجي رائعه. الكيك صافي راه واجد، حيدته من المول ديالو. غادي ندير ليه شوكولا من الفوق. احسن كيك بدون زيوت بدون زبده بدون دقيق، كيجي رائع. نتمنى تجربوه، راه كيجي لذيذ بزاف، كيجي معلك. نتمنى تجربوه مره اخرى. يمكن لكم تضيفوا بزاف المواد اللي بغيتو تضيفوهم بحال المكسرات باشكال ديالها.
ما شاء الله جا لذيذ بزاف، ما تشويوش منه. اللي بغى يضيف ليه صوص شوكولا من الفوق يضيفو، اللي بغى يكتفى غير بدوك شوكولا اللي درنا من الفوق. لكم الاختيار. اللي بغى يصايب هذا الكيك غادي ندير ليه شويه ديال فرومبواز او اي فريز او اي حاجه ندير ليه من الفوق كتزيين فقط، او اناناس او اي حاجه، او الموز مادام حنا صايبناه بالموز نديرو ليه الموز. شكرا لكم بزاف على الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو، الناس اللي وصلوا حتى لهنايا شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم. خليتكم على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، مع السلامه.